السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك إن في تقنية ممكن تحول أي فيلم أو لعبة من تجربة عادية لتجربة سينمائية تخليك تحس إنك جوه الأحداث، هتصدقني؟ خليك معايا. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. التقنية دي موجودة فعلا واسمها ال HDR. يعني ايه HDR؟ اختصارا لكلمة High Dynamic Range، واللي معناها المدى الديناميكي العالي. ببساطة التقنية دي بتخلي الشاشة تعرض ألوان وتفاصيل أوضح وأقرب للواقع، بحيث الأبيض يبقى أنقى والأسود أعمق والألوان كلها غنية جدا. مميزات ال HDR: رقم 1، ألوان واقعية أكتر، هتشوف الدرجات بين الفاتح والغامق بشكل أدق. رقم 2، تباين أفضل، الفرق بين المناطق المظلمة والمضيئة هيبان بشكل أوضح. رقم 3، سطوع أعلى، وده بيخلي التفاصيل الصغيرة تبان حتى في مشاهد النهار أو الأماكن المضيئة جدا. هنا لازم نوضح إن السطوع بيتقاس بوحدة اسمها نيتس، وهي وحدة قياس شدة إضاءة الشاشة. مثلا شاشة 400 نيتس تعتبر مقبولة، شاشة 1000 نيتس أو أكتر هتديك تجربة ال HDR قوية جدا. رقم 4، تجربة مشاهدة سينمائية، سواء فيلم أو لعبة بتحس إنك جزء من المشهد. مواصفات لازم تبص عليها في ال HDR: مستوى السطوع النيتس، كل ما زاد كل ما الصورة بقت أوضح وأفضل. عمق الألوان Color Depth لازم يكون 10 بت أو 12 بت علشان يدعم مليارات الألوان، والبت هنا معناه وحدة قياس دقة عمق الألوان. دعم المحتوى: مش أي فيديو يشتغل بال HDR، لازم الفيلم أو اللعبة يكون معمولين بتقنية ال HDR. الإصدارات اللي موجودة حاليا في ال HDR 10 الأكثر انتشارا في معظم الشاشات. نسخة مطورة بتعدل الإضاءة والتفاصيل حسب كل مشهد. وفي الختام الخلاصة: تقنية ال HDR مش مجرد كلمة تسويقية على كرتونة الشاشة، دي اللي بتفرق بين شاشة عادية وشاشة تخليك تقول واو. فلو ناوي تشتري شاشة جديدة ركز على مستوى السطوع بالنيتس، عمق الألوان، ونوع إصدار ال HDR عشان تعيش تجربة مشاهدة مختلفة تماما وتستمتع بالصورة زي ما المخرج كان عايزك تشوفها بالظبط. ولسه مكملين بسلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات، انتظروني في الحلقات القادمة.